السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جامدة. طبعا انا بقالي يومين بصور بدري. طبعا يعني بصور اللي انا محتاجاه، او اللي انا مثلا هعمله بصوره، او اللي انا مثلا قمت من النوم مثلا عايزه اعمل كيك بعمله وبصوره بدري وبنزله لكم، ما بستناش مثلا ايه بعد الغداء او في ميعاد الغداء او كده. فانا صراحه يعني برضو كنت صاحيه بدري وقلت اعمل بقى طعميه كده واوريكم بقى طريقتي في الطعميه بالمقادير السهله جدا جدا جدا. وهتعمليها بصوا في غمضه عين كده يكون معاكي احلى طعميه، قلبها من جوه اخضر، وتخزني منها في الفريزر، تفضل معاكي بصوا مية مية. احلى طعميه ممكن تاكليها. بصوا طعميه بقى ايه، مش قادره اقول لكم، لعشاق الطعميه اجمعوا بقى معايا النهارده هنا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا معايا، صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، معايا ربع كيلو من الفول المدشوش. طبعا بصوا انا بكسره ازاي، لانه انا نقعاه يعتبر يوم بحاله. يعني مثلا جيبيه من بالليل وتاني يوم على الظهر كده، خليكي نقعاه يعني واشتغلي بيه بقى مثلا بعد الظهر. جبتيه مثلا اول النهار اعمليه بالليل متاخر، مثلا تسيبيه يوم كامل احسن. طبعا هحتاج ربع كيلو من الفول المدشوش. دي كزبره ناشفه يا جماعه، انا بسممها بس النور كده عشان ريحتها تطلع عشان استخدمها. دي معلقه واحده من الكزبره الايه الناشفه. وهحتاج في الوصفه دي النهارده حزمه كرات، وممكن تستبدلي الكرات بكزبره، كزبره اللي هي الفريش خضراء. يبقى حزمه كرات وبصلايه وست فصوص توم، مش هحتاج غير كده. ومعلقه الكزبره دي اللي انا ايه خليتها ريحتها طلعت كده على النار، وربع كيلو من الفول المدشوش. طبعا انا هعملها في الكبه، ما عندكيش كبه اعمليها في الخلاط واهدي كده بشويه، يعني شويه بشويه كده في الخلاط، مش تنزلي بالكميه مره واحده. بس انا المره دي هعملها في الكبه لان الكبه يعني سريعه، واللي ما عندهاش كبه ممكن تعملها برده في الخلاط بس شويه بشويه. طبعا نزلت بشويه من الفول وشويه من الكرات الاخضر ده هتلاقيه عند اي حد بيبيع الخضار، ولو عايزه ربطه كرات وست فصوص توم وبصلايه. هنزل بنص كميه المقادير دي وبشويه بحوالي اقل من ربع كوبايه ميه، وهشغل بقى. طبعا بصوا ضربتها اهي. نسيت بقى الكزبره، هنزل بشويه برضو من الكزبره وهفرمها تاني لغايه ما تنعم معايا خالص. طبعا احسن حاجه الخلاط، بس عايزه يعني شويه بشويه عشان ما تحرقيش الخلاط. طبعا كده انا فرمتها اهي. هعمل برضو باقي الكمية. ما شاء الله هوريكم خضرها دلوقتي، خضرة خضرة يعني خضرة، احلى طعمية ممكن تاكليها مش قادرة اقولك. وقبل كده انا عملت معاكي الفول وعملت كل حاجة تخص الفطار، يعني من غير ما تشتري حاجة تعمليها في البيت، وحاجة نظافة انت عاملاها بايدك وغاسلة حاجتك بايدك. غير ان كمان ما شاء الله بترمي معاكي كمية. يعني انت دلوقتي تجيبي عجينة ب5 جنيه، حاجة بسيطة، لكن هتجيبي بقى ربع كيلو فول مدشوش وربط الكرات، بصلاية من البيت وست فصوص ثوم، هتعملي كمية كبيرة ما شاء الله. وغير كمان نظافة الحاجة اللي انت بتعمليها. طبعا انا لازم انزلي حوالي بنص معلقة كده من الملح. طبعا انا كنت نسيت انزل بالملح، كده كده انا هضرب كله وهلم كله. بصوا ما شاء الله بقت عامله ازاي، جميله جدا. هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. وناعمه جدا وخضره، الكاميرا كمان ظالمه لونها، والله ظالمه لونها. طبعا كده انا ضربتها اهي. طبعا بصوا جبت المضرب عشان انا عايزاها تبقى هشه كده. جبت المضرب واضربي بالمضرب كده حوالي 10 دقايق كده بايدك، بحيث بس بالمضرب اليدوي، بحيث ان هي تبقى هشه معاكي. بصوا ما شاء الله عليت ازاي، كانها زي ما يكون حاطه فيها خميره، يعني كثافتها عليت. اضربي بالمضرب كده 10 دقايق عشان تاخدي طعميه معاكي هشه وجميله جدا. بصوا نعوميتها. طبعا هشيل اللي انا هفرزه في الفريزر، هحطه على طول في الكيس عشان ده ايه انا هحطه في الفريزر لمرتين بعد كده. يعني حطي بقى على قد الكميه اللي انت ايه بتستخدميها اهو. سهله جدا ومكوناتها سهله جدا، واللي ما عملتهاش في البيت بجد خسرانه. اللي بتحب
الفلافل يعني. طبعا دي الفلافل الشرقي حلوة قوي 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 قوي. وممكن لو انت بقى عايزة تعملي لها حشوة، بتصفري بصلاية وتحطي عليها شوية طماطم، وتحطي طبعا شطة وبابريكا وكمون وكده، وتنشفيها جامد، ودي بتبقى الحشوة بتاعتها. طبعا فرزت اللي فرزته في الكيس، وحطيت بقى الباقي عليه شوية سمسم وشوية من الكزبرة الخضراء. قطعت كده يعني حاجات بسيطة جدا، وهقلبهم بقى تقليبة كويسة، واقلي بقى اقليهم عشان اوريكم الطعمية عاملة ازاي. انا صراحة يعني قلنا بقى يعني كنا عايزين طعمية، فقلت بقى اما قبل كده انا ما صورتهاش معاكم، ما اصورها بقى معاكم. معايا شوية سمسم كده لوحديهم عشان اعملها كده بالسمسم. طبعا انا شويه السمسم اللي انا حطيتهم قلبتهم فيهم، بس انا برضو احط على وشها كده سمسم زي ما بنجيب الفلافل من بره. ومعايا طبق فيه شويه ميه. طبعا اعملي بقى حجم الطعميه اللي انت عايزاها. بصوا، طبعا ما بين كل واحده وواحده بلي ايدك عشان ما تلزقش معاكي. وادي الزيت، بصوا ما شاء الله خطيره، وقلبها من جوه، وغير ان طعمها مش قادره اقول لك. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، انا يعني مش بقطع ارزاق حد ولا بقطع رزق حد. الفلافل اللي بنجيبها من بره او الطعميه اللي بنجيبها من بره، الزيت ده انت مش بتبقي متاكده منه، بيبقى معمول فيه كذا مره. انت يعني في بيتك غاسله الخضار بايدك، عامله كل حاجه بنظافه، الزيت بتاعك نظيف، حاجتك نظيفه. حتى تيجي تاكلي الطعميه ما تلاقيش توجع المعده ولا تتعب المعده ولا كده. يعني اغلبيه الطعميه لما بنجيبها من بره او الفلافل بنجيبها من بره دايما بتتعب معدتنا، لان الزيت بيبقى مقلي فيه كذا مره. كل يكون الزيت غامق، يحطوا له ليمونه ويحطوا له بصله ويحطوا له مش عارفه ايه، عشان الزيت ما يعملش كمكمه او ما يبقاش ليه ريحه مش لطيفه. فطبعا في بيتك حاجتك نظيفه، وغير ان انت غاسله حاجتك حاجه حاجه. وطبعا يعني زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما انتوا شفتوا انا عاملاها ازاي بطريقه سهله وما بتاخدش اي وقت. في 5 دقايق، في 10 دقايق بالكتير قوي تكوني عامله الطعميه او الفلافل الشرقي حلوه قوي 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 قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا الكاميرا زلمه لونها على فكره، هي خضره مش غامقه كده. الكاميرا عندي مش حلوه. طبعا طلعتها بقى على مناديل اهي. قالتها طبعا انت بتكون النار في الاول عاليه، بعد كده بتخليها وسط عشان تستوي معاكي، ما تبقاش من بره مستويه ومن جوه نيه. تخلي النار وسط كده، وايه، واقلي بقى الطعميه بتاعتك بقى براحتك. ما شاء الله ادي الكيسين فرستهم، كيسين يعني ما شاء الله عشان احنا بنحب الطعميه، فانا عامله كيس كيس يعني. طبعا اعملي على قد ما انت حطيهم بقى في الفريزر. في ناس بتقول ان الطعميه بعد كده بتبقى ناشفه كده، او مقلحفه كده لما بتطلعها من الفريزر. حط لها نص معلقه بيكربوناتو لما تيجي تطلعها من الفريزر كانك لسه عاملاها فريش. طبعا ادي الطعميه، بصوا قلبها من جوه اخضر خضار جميل جميل، وريحتها تحفه بجد بجد. اللي مجربش الطعميه بالطريقه دي خسران حاجات كتير قوي 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 قوي. جربي كل حاجه انا بقدمها لك. مش عيب ان احنا نستفاد من بعضينا، مش عيب ان احنا نفيد بعضينا. طبعا جربي الطريقه دي هتعجبك قوي، هتغنيكي ان انت تشتري الفلافل من بره. اتمنى ان الفيديو يعجبكم كده. الفيديو بتاعي انتهى، واتمنى ان انتوا تجربوا. وما تنسونيش بقى بالاشتراك وباللايك وبالشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.